كبيره جدا. اكيد لا يفتى، والعالمي احمد حسام ميدو معانا عبر الزوم من دبي. كابتن احمد حسام، اهلا بيك. اهلا بيك يا عباس، ويعني سعيد جدا بوجودك معانا في الرومونتادا. انت عنصر مهم جدا بالنسبه لنا في عائله الرومونتادا و... و... وان شاء لا، الله على ربنا فكره انا يوفق كنت المغرب بتكلم مع زي هشام ما انت رشاد بتقول. واحمد فاروق. انا اللي قلت لهم قبل ما تقول حضرتك الكلام ده، قلت لهم انا سعيد بتواجدي مع العالمي احمد حسام ميدو يا سعد، وبركات، وبرنامج يا سعد. كل الناس بتتابعه وكل الناس موجود، وانا موجود في اي وقت معاك، وانت عارف ده شرف ليا. شرفنا، نتشرف بيك يا عباس، نتشرف طيب، بيك، شكرا. النهارده طبعا في ناس كتير من الاعلاميين بيتكلموا عن مشروع المغرب واللي وصلوا بيهم لانجاز اسطوري بالتاهل لنصف النهائي، وان شاء الله ممكن يبقوا على بعد خطوات من النهائي. كونك من اول الاعلاميين اللي اتكلموا عن المشروع ده وعن التخبط في الكره المصريه، وكمان النهارده كان ليك تغريده هنستعرضها على الهوا واسالك وترد عليا. النهارده انت اتفضل. قلت يعني تغريده مهمه جدا، يعني كاول اعلامي حد بيتكلم في الكلام ده وبيتكلم بيقول حاجات مهمه جدا. اعتقد ده طبعا الاهرام الرياضي، انت طبعا على غلاف الاهرام الرياضي. مم. يعني صحيح طبعا. لازم آم، اتفضل يا كابتن. يعني عباس، انا بتكلم في قصه المشروع وقصه ان مصر ما عندهاش مشروع بقالي اكتر من سنتين، تمام. في اتحادات مختلفه ولجان مختلفه، ويمكن كنت انا الوحيد اللي بتكلم في الدايركشن والاتجاه بتاع ان مصر لازم يبقى عندها مشروع بيتحقق على الارض، وبيتحقق على ارض الواقع، ويتعمل دراسه كامله عن ايه السلبيات اللي عندنا والمشاكل اللي موجوده عندنا. ويمكن لما انا اتكلمت في الكلام ده، في مسؤولين في اتحاد الكره المصري سواء حاليين او سابقين كانوا يعني بيحاولوا ان هم يقللوا من قيمه الكلام اللي انا بقوله، ولكن الحمد لله الايام اثبتت ان الدول والمنتخبات اللي عندها مشروع اللي انا بتكلم عليه بقالي سنين في مصر هي الدول اللي نجحت وقدرت انها تتطور بغض النظر عن وصلت فين في كاس العالم، لكن على الاقل عندهم مشروع بيخططوا فيه للمستقبل وبيصلحوا فيه المشاكل اللي عندهم. عندنا مشكله كبيره جدا يا عباس في مصر، آم، ان اي مسؤول يقدر ان هو ينجو من يقدر ان هو ينجو من اخطائه بكل سهوله وبكل بساطه ودون اي رقابه، وعندهم قدره على التلون والعودة مرة أخرى بأشكال مختلفة، قدرة لم أراها في أي أشخاص في العالم كله. فلازم المصريين ياخدوا بالهم، ولازم اللي اشتغل صح يتكافئ، وده طبعا مش موجود. ولكن لازم الناس اللي سببت في انهيار الكرة أو تسببت في انهيار الكرة المصرية لازم يطلعوا على المسرح، ولازم الناس تشوفهم، ولازم نشاور على أخطائهم ونقول لهم انتوا ما اشتغلتوش لصالح مصر، انتوا اشتغلتوا لصالح مصالحكم الشخصيه بس. انتوا قلبتوا الاتحاد الكره المصري اتحاد مبني فيه التوظيف والتعيين على المجاملات وفي نفس الوقت تصفيه الحسابات، واقتصرتوا الوظائف داخل اتحاد الكره وخدمه مصر على صبيانكم واتباعكم. الكلام ده انا بقوله بقالي سنين، ولكن النهارده الحمد لله ربنا اظهر الحق. منتخب المغرب ان هو يوصل للسيمي فاينل ويبقى عنده قدره، والناس بتقول ان هو ان شاء الله يقدر ان هو يكسب فرنسا ويوصل للفاينل. انا قلت قبل كده ان ده ما جاش من فراغ، ده جه من خلال التخطيط، جه من خلال رجل مسؤول عنده نفس الصلاحيات عند بعض المسؤولين المصريين. ده حقيقي. ولكن للاسف هو اشتغل لمصلحه بلده، خدم نفسه لكن خدم بلده قبل نفسه. ولكن الناس اللي عندنا للاسف كان كل اللي يهمهم هو خدمه اصدقائهم وخدمه اهل الثقه بغض النظر عن الكفاءه. ومصر دفعت ثمن السياسات الخاطئه من قبل المسؤولين المصريين لدى الاتحاد الافريقي ولدى الاتحاد الدولي.
كابتن احمد، يعني ما هو الحل؟ انت حضرتك يعني قلت الكلام ده قبل كده، وكنت من اول الناس اللي اتكلموا بالشكل ده، وانا اعرفك بصفه شخصيه انك انت دايما مجرد من اي يعني مصلحه خاصه دايما بتقول رايك، لانك راجل ليك تجارب كبيره جدا سواء كمحترف او مدرب او في الميديا كاعلامي برضو كبير، بتقدم برنامج مهم جدا. ايه اللي ممكن يتعمل؟ الحل هو ان يبقى فيه مدير فني تكنيكال دايركتور لاتحاد الكوره، يكون رجل عنده خبرات في انشاء وتطوير المشاريع لدول مماثله زي مصر، زي ما حصل في المغرب ان هم راحوا جابوا راجل اسمه اوشيان روبرتس. الراجل ده هو اللي عمل الثوره في ويلز وجابوه تكنيكال دايركتور. وعلى فكره باكد مره ثانيه، انا مش رينار بس اللي كان معروض على الاتحاد المصري بحكم ان انا كنت بساعد اصدقائي اللي موجودين داخل الاتحاد، وده ولكن راجل حتى قومي على فكره. صحيح. طبعا. لكن حتى اوشن روبرتس كان معروض على الاتحاد المصري والاتحاد المصري رفضه بحجه ان لا مساس بالدكتور محمود سعد، لان الدكتور محمود سعد لا مساس به ولا مساس بمنصبه، رغم ان احنا ما كناش عايزين حد يجي يشتغل مع الدكتور محمود سعد، بالعكس ده احنا كنا عايزين الناس تيجي تشتغل بمساعده الدكتور محمود سعد، تقدر ان هي تنفذ مشروع وتخطط للكره المصريه. يعني اتحاد الكره اللي موجود دلوقتي ما بقالوش الا يمكن سنوي، عمل حاجات كويسه جدا في التعيينات. عين مدير فني اجنبي او مدير فني للمنتخب الاول بجهازه، مدير فني محترم ومدير فني مميز جدا. ولكن على مستوى التخطيط لسه لغايه دلوقتي ما اشتغلوش على الارض ولا في المكتب، لا في المكتب، لا تخطيط على الورق ولا على الارض. واحنا عارفين كويس جدا ان هم كان عندهم في الاولويات، خلينا نقول الاولويات دي كانت الاهتمام بالمنتخب الاول، ولكن حان وقت التخطيط وحان وقت ان يبقى في مشروع فعلي للكره المصريه، واحنا منتظرينهم.